السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحبايبي. هنعمل مع بعض حلا لذيذ جدا، ميكس كده من الطبقات اللذيذة. بجد الوصفة رهيبة جدا وطريقتها سهلة فعلا، مش هتاخد معاك أي وقت في المطبخ. تكلفتها اقتصادية جدا، تكلفتها بسيطة. يعني الحلا ده تكلفته مش هتتعدى ال75 جنيه. هتاكلي بقى حاجة حلوة كده بفلوس إن شاء الله قليلة. وطبعا طعمها مميز جدا، والطريقة مفيش أسهل منها. يلا بينا على الوصفة، بس قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا 2 باكت بسكوت. البسكوت اللي معايا دوت الكيس ب10 جنيه. تمام كده. هضرب هكسر اول كيس. ماشي، وبعد كده برضك هكسر الكيس التاني. انا عايزه هنا بقى ايه؟ البسكوت يكون معايا قطع، مش عايزاه يكون ناعم. هحط بقى في كل بولة. تمام. حبة كده حلوين من البسكوت يعني. وبعد كده ايه؟ هجيب لبن معايا. وكل طبق هضيف فيه 4 معالق صغيرين. المعلقة اللي أنا هسقسق بيها البسكوت معلقة الشاي الصغيرة. 3 4 معالق كده ايه هتسقسقي بيهم البسكوت. هيبقى معاكي كده ايه، مش طري قوي ولا ناشف قوي، هيبقى طعمه حلو قوي في الوصفة. تمام كده. هجيب بقى كيس جيلي فراولة، وهضيف عليه نص كوباية مية مغلية، وهدوبهم مع بعض يعني، وهركنهم على جنب. ومعايا بقى كيس كريم شانتيه فراولة. كيس كريم شانتيه فراولة هضيف عليه نص كوباية لبن، وهضربه بالمضرب ايه الكهربائي لحد ما يتقل ايه القوام معايا. بعد كده هنزل بايه؟ بالجيلي اللي احنا مدوبينه على جنب. بعد ما اضرب يعني الكريم شانتيه مع اللبن، هنزل بالجيلي اللي انا مدوباه في الاول مع ايه معاهم. وهضرب بقى ايه الكلام ده كله مع بعضه. الوصفة ان شاء الله مش هتاخد معاكي اي وقت في المطبخ، وبجد طعمها مميز جدا جدا جدا. بجد الوصفة رهيبة ولذيذة جدا. يعني مش هتعمليها مرة، لا هتعمليها كذا مرة من جمالها وخفية طعمها. بعد ما ضربنا بقى الكريم شانتيه مع اللبن، هنزل بالايه بالجيلي اللي احنا مدوبينه في الاول. وهضربه بردك ايه بالمضرب ضربتين كده 3. القوام معاكي مش هيكون تقيل، هيتقل معاكي القوام بعد ما يدخل التلاجة مثلا نص ساعة كده. القوام هيبتدي يبقى تقيل معاكي. بعد بقى ما ضربت الكريم شانتيه بطعم الفراولة مع الجيلي اللي انا مدوباه، هنزل بقى بايه؟ هنزل بقى بطبقة الجيلي بالكريم شانتيه بطعم الفراولة على البسكوت. دي تاني طبقة. تالت طبقة برضك طعمها مميز جدا ولذيذة جدا جدا. معايا كوبايتين مية. هنزل بقى بكيس جيلي فراولة. هنزل بكوبايتين مية عليهم كيس جيلي فراولة. وهنزل بمعلقتين كبار نشا، ومعلقتين ونص سكر. السكر هنا هيكون مظبوط جدا، مش هيكون مسكر ولا دلع. وكيس فانيليا. هرفع بقى الحلة على النار مع التقليب المستمر. وصفة اقتصادية وطعمها مميز، وبجد هتعجبكم. اللي وصل لحد هنا بقى لايك كده من ايديه الحلوة، واشتراك للي ما اشتركش في القناة. بجد انا بحب اشكركم. ربنا يحفظكم يا رب. وكل طلاب الثانوية العامة الف مبروك النجاح. وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يا رب يديها له يا رب، اللهم امين. وانا بحبكم قوي. هنا الجيلي معايا بجيب لكم المراحل مرحلة مرحلة. تمام. خلاص هو تقل معايا وعمل بابلز كده من فوق الفقاعات اللي هو خلاص غلي، النشا غلت معايا خلاص. تمام كده. الاطباق بقى اثناء ما بتعملي طبقه الجيلي على النار، الاطباق طبعا بتكوني مدخلاها التلاجة الاول نص ساعه. بعد النص ساعه بتبتدي تعملي الطبقه الثالثه. يعني بعد الاطباق ما تمسك معاكي الطبقه الثانيه مده نص ساعه مثلا او اكتر شويه على حسب ما التلاجة يعني، تبتدي تعملي الطبقه الثالثه عشان طبعا بتبقى سخنه. ولو الطبقه الاولانيه اللي احنا عاملينها مش متماسكه هتدخل في بعضيها، فلازم تكون متماسكه وساقعه. هنزل بالراحه بقى ايه، هكون جايبه معلقه كده وهنزل بالراحه بالايه بالطبقه الثالثه. تمام. وصفه سهله مش مستاهله يعني وقفتك في المطبخ كتير، وطعمها طبعا حلو. هتفرحي اولادك يعني او ضيوفك بالوصفه.
هتفرحين بالوصفه، وصفه لذيذه جدا ورهيبه بجد، طعمها جديد وطعمها مميز، وان شاء الله هتنول اعجابكم. واللي يجرب الوصفه يكتب لي في التعليق. ولو تحبي تزيني الوصفه، تحبي تزينيها ببسكوت ولا تحبي تزينيها بكريز؟ قولي لي كده، لو انت هتزينيها بايه. بجد ميكس كده لذيذ قوي من الاطعم داخله ببعضيها. يعني ممكن بدل البسكوت اللي في الاول خالص ممكن تحطي طبقه جلاش متحمص او كنافه، هتبقى حلوه قوي قوي معاكي. يلا اسيبك في حفظ الله ورعايته، مع السلامه، سلام.